مرحبا بكم في برنامج القوى الضاربة، يقدمه لكم عمكم تبون. فهذا البرنامج غادي نقدم لكم إنجازات القوى الضاربة، وديمة عسكرية، مشي مدنية، ديروا أبوني جيم، وشي تعليق فاعل تارك، ومتنساوش تبارطاجيو. الحلقة الأولى غادي تكون على طوابير في الجزائر الجديدة. واتشتاج مانيش راضي. بدينا. وقوف المواطنين في طوابير طويلة أمام مستودعات توزيع غاز الطهو، مشهد اعتاده سكان مدينة مسلاتة. بدوره دأب جهاز الحرس البلدي على مراقبة عملية التوزيع للحد من تداعيات أزمة نقص اسطوانات الغاز. المستودع بالذات بمبلي واحد ما يقدرش يطلعه، لان احنا بالعدد نعرفوا الفاتوره اللي جايه 490 يوزعهم بالكامل، الا اذا خلى 10 طروف اذا كانوا يوزع في بريمس، كان ما عنداش ما خلولاش. حكايه انه يبيعوا فيه برا والكلام هذا، اذا كان جاي مواطن او جند شباب صغيره 3-4 انفار، احنا ما كيف تعرف هذا يجي في طابور يوقف ياخذ زوز اسطوانات ويوقف به. واحنا راهو هذا الكلام تعاوننا مع الدعم المركزي كله منعناه راه. وبحسب مسؤولين فالأزمة مردها إلى عدم كفاية كميات اسطوانات الغاز المخصصة لمراكز التوزيع بالمدينة، وعدم تقيد المستودعات الرئيسية بالجداول الخاصة بالتوزيع للمستودعات الفرعية بالبلديات. نعرف أن في بعض المواطنين إنهم يقوموا بطهي الأكل متاعهم اللي هو على الفحم وعلى الحطب، نعرفوا الكلام هذا، لكن الله غالب راهو السبب الرئيسي عدم توفير اسطوانات الغاز الطهي خلال الفترة هذه هي سبب مستودعات الرئيسية اللي هي تعبي باسطوانات الغاز، وهو هذا الجدول الله يسامحهم به وينزلوه ويجي الكيد عليه البلدية ولا على حارة البلد. مشكلة نقص غاز الطهو تتطلب زيادة الإمدادات بما يتناسب مع عدد السكان، إلى حين إنشاء مركز تعبئة وتوزيع ببلدية مسلاتة الذي أعلنت عن استرجاعه شركة البريغا لتسويق النفط منذ أيام. إبراهيم الكاسح، ليبيا الأحرار، مسلاتة. والآن سنذهب إلى مانيش راضي ونقول للخوانة نجيبكم واحد وشنقريحة واجد ولي يطيح، فالمقلة يتقلى، الحراش ينادي، وتحيا الجزائر. المخزن كنشوفكم أنتما سباب عذابنا وصحاب مانيش راضي مراركة، وها هو الدليل. حقي كمواطن جزائري نعبر ونقول بلي ما رانيش راضي. محطة دي زد مانيش راضي، دولة مدنية ماشي عسكرية، يسقط حكم العسكر الحرية لجميع سجان الراي. حول المحطة 10 ما رانيش راضي. من المحطة 13 مانا ساكتين حتى الآخر رامق، بغيناها دولة مدنية ماشي عسكرية خاوتي. مانيش راضي، دولة مدنية ماشي عسكرية وماناش حابسين. محطة 06 مانيش راضي. محطة دي زد 16 مانيش راضي. لو قلنا محطة 16 مانيش راضي. حول المحطة دي زد مانيش راضي. حول مانيش راضي على الأوضاع اللي راه صاري في البلاد، مانيش راضي على الشعب هذا اللي راه يتعذب دايما هكذايا ودايما نسفروا. محطة 35 مانيش راضي من أي ظالما سلطه الله عليه. حول محطة 26 مانيش راضي. ما رانيش راضي، والمواقف تاعي ثابتين مادام كاين الحقرة والظلم وكاين خوتنا معتقلين الراي في السجون. ما رانيش راضي. محطة 16 جوزوا الهاشتاج. محطة 22 22 ما رانيش راضي بالأوضاع اللي رانا نعانو منها في الجزائر الجديدة. ما رانيش راضي بالظلم والحقرة، ما رانيش راضي بالكذب والنفاق. محطة دي زد مانيش راضي بالظلم والحقرة والاستعباد، مانيش راضي. محطة 21 مانيش راضي خوتي. ياك نفس الشعب اللي خرج في 2019 باش يطيح بوتفليقة والعهدة الخامسة هو الشعب. يعني إذا ما ناضش هذا الشعب راح يكملوا، راح يزيدوا يسرقوا هذه البلاد وراح يزيدوا ينشفوا واش كاين دراهم في هذه البلاد، حتى اللي تنشف خلاص ويعرفوا باللي الشعب سايبهم ما راحش يلقاوش ياكل خلاص، ثم اللي راح يهرب. على هذه مانيش راضي. من العاصمة مانيش راضي.
مانيش راضي بالظلم والاستبداد اللي راهو واقع في البلاد، خاصة على معتقلي الرأي اللي راكم تمارسوا فيه على كل واحد يقول كلمة حق. ما راناش ساكتين. المحطة 16 مانيش راضي. هذه المبادرة تلقى تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي خوتي، برك ما رانيش راضي. محطة دي زاد هكذا خوتي باش نثبتوا موقف تاعنا، مش راهو صاري في الجزائر حتى الاجيال الجايه ما تنعلناش. قال حنايا في الوقت الفلاني في الموقف الفلاني قلنا لا وين لازم نقولوا لا، ورانا دوك نقولوا لا وما رانيش راضي. محطة 16 ارسل واصل. الجالية خوتنا الجالية ساندوا الحرارة في الداخل في هاشتاغ ما رانيش راضي. احنا معنيين وحنا نساند لخوتنا في الداخل. هاشتاغ ما رانيش راضي الجالية.